بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب ربي، هذا كتاب ربي قرآن. عندي ولد اختي من الثورة ضايع، عمره 33 سنة، يعني 33 سنة عمره، معاق مجنون من الثورة ضايع، ماشية جاية عليه لهنا، ماشية جاية كل صباح وين نجي نمس الزاوية ونطلب فضل من عند سي كمال ومن عند ربي سبحانه وتعالى. وعطاني دواء لي أنا للحانوت، وانا بالنية وبالضمير. ولد اختي لقيناه في الحبس نتاع صفاقس. انت منين جيت انت؟ انا من صفاقس. ولد اختي لقيناه حاشيك في الحبس نتاع صفاقس من الثورة ضايع، ولده ما يعرفوش، بوه ميت خليه لنا ولد 4 شهور. صدقني هذا كتاب ربي، هذا كتاب ربي في صحتي وفي عويناتي ومكسبني 2 صغيرات. سبحان الله. ربي يفضل سي كمال، ربي يفضل سي كمال، وربي سبحانه وتعالى صدقوني صدقني بكل صدق. هذا هو اللي صار يا عم كمال، قلت له يفضلك راهو كأنه ولدي، خليهولي بوه ولد 4 شهور، امه موجوده وهو موجود، ولقيناه نهارتها عطانا دواء، عطاني دواء ليلي انا عندي كشك في بومعل، عطاني دواء ليلي انا بالنيه. قلت لها تهز شويه عملوا في الدار. الاول نهار عملت، الثاني نهار، الثالث نهار لقاتو ولدها. فضل من عند الله سبحانه وتعالى. لله سي كمال المغربي، الله يطول عمره، الله يطول عمره. وعاهدته ولقيت وعاهدته وقلت له يا سي كمال راهي ثم اللي مش يصير لي حتى رقبتي سداده، اللي مش يصير لي شاد كتاب القرآن. وقلت لك مكسبني صغيرات وعامله 5 عمليات العبد اللي قدامك. وصدقني وجيت وقلت له يا سي عم كمال راهو مش خايفه ومش شاد قرآن. قلت له يا سي كمال راهو ثم قدام الزاويه ثم عباد، قلته لك في الوحده وتو قلته ما تسالش على ضميري. قلت له يا سي كمال راهو ثم رجال وكارين كراه بلوكاسيون ويجيو الصباح ويكلموا النسيوات الكبار والرجال الكبار ويصدروا لهم رجالهم. وهذا قرآن، وهذا قرآن في صحتي ومكسبني وليدي وبنيدي. وقلت لك عامله 5 عمليات واني بالسبت نتاع سرسوري ونقصع عظمه معاقه. الله ونعم الوكيل. فضل من عند الله وسي عم كمال، وبلاش يداوي فيا وداوي ولد اختي بلاش. ويرحم والدي، يرحم والدي، يرحم والدي، يرحم والدي. نقسم بالله ما نقول لك الحق وراس القرآن والرحمن. منين جيت؟ أنا جيت من تونس، من ريانة. من ريانة من تونس. شكون داواني وشكون شفاني؟ أنا باش نحكي لك حالتي شنية، أما نحب نحكي. هو داواني سي كمال. الحالة نتاعي عائلتي الكل 4 بنات وامهم وبوهم هبلوا ودخلوا منوبة. منهم اللي داوي فيا في منوبة سي زهير الهاشمي زهير، فهمتني؟ دخلنا منوبة كل واحد عنده طبيب في منوبة، فهمتي؟ هبلنا بكنا ودخلنا الشارع وصار فينا ما صار، فهمت؟ شكون دوالي سيد الرجالة كمان. سيد الرجالة لقني بنياتي عمرها 3 سنين. اللهم صل على سيدنا محمد. عمرها 3 سنين سحروها. توا كنوريك تصورها من صبايا. عمرها 3 سنين سحروها. نحوا لها في شيء كبير. بنتي اللي بعدها اللي قبلها وقت اللي جاني ونحوا لي في الدار عملوا لي في الباب ولد قطوسه وتخبش في الحيوط. لا الحسيلو نقول لكش ما نطولش عليك، هي حكايتي تشد 3-4 سنين. سي محمد مي كان تعرف وقال لي نخرجها لك في كتاب. الحسيلو ما نزيدش عليك باختصار اخر منها. جيت نهار الاربعاء لسي كمال عرفتني به مؤمنه الله يرحم والديه. جيتوا هو مازال في قرنباليا، مازال عروس سي كمال ربي فضله، فهمتني؟ لا ربي فضلك مازال عروس، فهمت؟ جيتوا وقت اللي جيت وسي كمال وقت القراءة الكتاب الطموع نتاعو هابط. نحكي ورس القرآن كل شيء كلام صحيح، اما نحب نحكي باللي في قلبي. باختصار عطاني نهار الاربعاء جيتوا قال لي عندك الاربعاء وعندك الخميس وعندك الجمعة، لكان ما جاش هو باش يجيك يجي ولا كان ما جاكش يجي. جاء كيفاه جاء خويا العزيز؟ انا حاشاك نمسح في الدار هكينا وحطيت لهم الشيفونه باش ينظفوا ساقيهم، فهمتني؟ والباب دخل هم سانسيو دخل لنا حاشاك يشبه للخنزير ولا شعره طويل ولا شبه للخنزير ولا وذنه تربي في الشعر وساقيه مكسره والذر في عينيه وحالته كربه. جا صحيح، جا صحيح.
جا صحيح كي دخل اش عمل قال سبحان الله بناتي كبروا كنت نرى فيهم كالوحوش، فهمتي؟ وكنت منفوخه هكينا وتفشيت. ولد عبد المجيد بوديد، فهمت؟ الله يرحمها بفعلها، هي مشيت اما قضت علينا يا كمال، وكان مش كنتيش يصير فينا، وكان مش ربي وانت ايش يصير فينا، ايش يصير فينا. راهو نصلي على النبي، راه ممليك، راه مش حتى كي تو سبايا، راه مش سبايا، راه ممليكه مازالوا، فهمتي؟ ان شاء الله ربي معنا وحدانا ويحفظنا، اسم الله الكريم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله. اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم نقول الحق. عندي اختي عشرة 12 سنه هي وراجلها، ربك سبحانه معناها مكتوب وفاه بيناتهم وايسنا، احنا ما عندناش طلاق في عائلتنا، ومعناها جاتنا كالصدمه خاطر راجلها حسبناه ولدنا. لا اله الا الله. بحد الله. انا جيت للعم كمال وقت على غدر اختي، خاطر انا ما عنديش طلاق وكل شيء في عائلتنا، حبيت ننقض علاقه زواج ده من 18 سنه فيها زوز بنات صغار، واحده عمرها 7 سنين وواحده عمرها 6 سنين. مشى القدر باش طفله مش باهيه باش معناها تخرب العائله هذه وتقعد بيناتهم، ولات صاحبته حاشاكم يا اخي. هو ولا يخسر الاخت كانها شيطان ويرى في الطفله كانها ملايكه، ولا يكرهنا الناس الكل وعادانا برشا وكل شيء. نصحتني خالتي قالت لي باش نمشي، وخاطر اختي تخدم والنهار بحسابه وتصرف على زوز بنات. باختصار شديد جينا العام كامل وانا ارتحت بالحق نفسيه كما قال بكري الراجل اللي بذكر القران. انا بيدي قبل كنت مريضه وجابتني امي قبل ونحالي برشا حاجات خايبه، ترى انا وصلت حاشاكم من الرازي، ومن بعد لاباس انا شفيت وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يضرخوا والمؤمن نرجع لهم بالمضره. امنت بعم كامل وربي سبحانه شدينا في صحيح. باختصار راجل اختي وحده عمل له 3 جلسات، ومن بعد وحده جاء كي عملت له النفقه جاء قال انا باش نرجع ونحى طلاق، وجاء لدارو ولصغارو ورجع، والطفله هجت لفرنسا وراجلها غادي ما خلى ما عمل، وربي خذلنا حقنا في الدنيا وان شاء الله في الاخره. سيدي محمد ان شاء الله. وانا نقول لكم الناس الكل اعقدوا النيه، فضل ربي سبحانه. اختي متهنيه وربنا ولك الحمد.